توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الإعلامي السوري الشاب صبحي عطري. إنه كيف توفى هلا هو توفى بجلطة الله يرحمه مفاجئة. اللي بس أنا حابة أقوله للناس رفقا، لأنه الزعل والسترس والقهر بيعمل أكتر من هيك. مؤخرا صبحي كان عم بيعاني عن جد من سترس، من قهر، من زعل، من هالمهنة اللي ما فيها وفاة للأسف. بعد واحد يفني سنين عمره وهو عم يعطي بلحظة يمكن يلاقي حاله مخذول من أقرب الناس، من الأصدقاء، من هالتعليقات الوحشية اللي ما عم ترحم حدا. إذا بتشوفوا بآخر سنابات من حلقتي معه في كمية تعليقات مؤذية، إذا بتدخلوا بتشوفوها. في ناس كاتبين الله ياخدك قبل ما تكتب أي تعليق مؤذي. بالأخير هدول بشر، اتفقت معه أو اختلفت معه، حبيته أو كرهته. إنما اللي عنده ذبحة لازم يمشي كده. طيب نوع الألم إيه؟ يا سكاكين وده نادر، يا حجر على صدري. حجر على صدري يا دكتور، ما هوش ألم قوي قد ما أنا ببقى متضايق قوي. حجر بيسمع فين؟ في كتفي الشمال ونص دراعي الشمال، ساعات يسمع في الرقبة. مات ازاي؟ اللي يخلي شاب في عمر ال 38 سنة يموت بالطريقة دي مرة واحدة؟ ولأن الموضوع ده انتشر الفترة دي كان لازم نتكلم ونوضح كل حاجة. النهاردة صحينا من النوم لقينا خبر حزين يعم الوطن العربي، وهو وفاة صبحي عطري مراسل ET بالعربي. لكن المفاجأة لما عرفنا سبب الوفاة اللي بقى كتير قوي اليومين دول ومحدش عارف ايه الحكاية. الفنان صبحي عطري من سوريا البلد الشقيق، اتولد في مدينة حلب سنة 1977، والحقيقة ان هو اشتغل في جميع المحطات الإذاعية إلى ان آخر حاجة كان شغال فيها كان مراسل ET بالعربي. النهاردة الصبح كان كويس، فجأة مسك قلبه ووقع مات. ولما راح المستشفى وكشفوا عن سبب الوفاة، المفاجأة هنا بتيجي لما بيعرفوا انه مات بالسكتة القلبية. ودي الحاجة اللي بتتكرر في أسبوع واحد مرتين، لأن في أول الأسبوع سمعنا عن وفاة الفنان سليمان عيد بنفس الطريقة. الحقيقة ان كل الدكاترة أثبتت ان الوفاة مرة واحدة بسكتة قلبية ده بيكون لأن المريض قبليها عنده ضعف في عضلة القلب.